السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اكلمكم النهارده عن معلومه مهمه جدا هتحتاجوها كتير الفتره الجايه. خاصه الناس اللي نازله مستشفيات ان شاء الله يعني. طب ايه المعلومه دي؟ وهي البي ام اي او البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم. خلاص. طيب بنحتاج البي ام اي في ايه؟ بنحتاجه ايه في المستشفى؟ بنحتاج ان احنا نحسب بيه توتال كالوريز، طبعا دي كلها احنا عارفينها. بنحتاج ان احنا نحسب بيه توتال بروتين، بنحتاج ان احنا نحسب بيه توتال فلويدز، البروتينات والسوائل. وفي بعض الادويه او بعض الميديكيشن بنحتاج ان احنا نحسب البي ام اي عشان نقدر نحسب الدوز بتاعتها او الجرعه بتاعتها اللي هنديها للعيان. خلاص. طيب ده كده عرفنا استخدامات البي ام اي. طب نيجي بقى للبي ام اي ذات نفسه. هو عباره عن ايه؟ عباره عن الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر مربع. فانا كده عندي مقياسين، الوزن والطول. خلاص. طيب الوزن ده احنا غالبا ان احنا بنقدر نحسبه يعني للحالات اللي داخله المستشفى. وفي بعض السراير في المستشفيات الكبيره والمتقدمه يعني بيكون في موازين او الوزن في السرير، فبنقدر نحسب من خلاله الوزن. طيب ايه المشكله اللي بتواجهنا بقى في حساب البي ام اي؟ وهو الطول. خلاص. الطول عشان نقدر نحسب من خلاله البي ام اي. طيب هنقدر نقيس الطول ازاي؟ في معظم الحالات اللي داخله المستشفى بيكون مثلا داخل على سراير، عامل حادثه، إن مثلا الحالات اللي في الاي سي يو او في السي سي يو، ايا كان يعني الحالات اللي في العنايات. فهم اصلا بيبقوا نايمين، مش هتقدر مثلا تقول له اقف عشان نقيس لك الطول، او هو اصلا بيبقى نايم ايا كان يعني. فاحنا مش بنقدر نحسب الطول. طيب في حلول بديله. طيب ايه الحلول البديله دي بقى عشان نقيس الطول؟ طيب عندي حلين او تو اوبشنز. طيب الاوبشن الاول ان احنا هنحسب الالنا لينس او طول عظمه او عظمه الزند. طيب بنقيسها ازاي؟ بنجيب ايده الشمال، طبعا لو ما فيهاش اي مشكله، لو هو مثلا مش عامل حادثه او مش محبوط فيها او مش قادر يحركها، خلاص ممكن ناخد الايد اليمين. بس هنجيب الايد الشمال وهنقول له، او هنجيبها كده ونحطها هنا كده. تمام. خلاص يبقى طرف الصوابع عند عظمه الاكروميون او الكتف، وهنجيب من الاوليكرونين لحد الستايلويد، ماشي، اللي هي الرزغ. خلاص يبقى من الكوع للرزغ. وهنقيس عظمة القلنة، وهناخد الرقم ده هنقيسها بقى بالمزورة او ايا كان التول اللي معانا، وهنحطها في جدول هبعته لكم. تمام. الجدول ده من خلاله انا طول القلنة بيدل على طول معين. بمعنى ايه؟ انا مثلا طلعت عظمة القلنة مثلا 35. خلاص. فهاخد ال 35 دي واحطها في الجدول، هيطلع لي مثلا هعرف من خلاله طول الحالة دي، سواء بقى كانت ولد او بنت. خلاص. طيب ايه الاوبشن التاني اللي نقدر نقيسه من خلاله؟ وهي المواك او الميد ابر ارم سيركمفرنس. طيب بقيسه ازاي برضو؟ بس ده مش بيحسب بقى الطول بالسنتيمتر، يعني اللي في الاول اللي هو طول القلم ده كنا بنحسب الطول التقريبي للشخص للحاله. طيب هنا بقى انا بحسب البي ام اي. خلاص. طيب بحسبها ازاي؟ بجيب المنظوره بتاعتي واجيب دراع الحاله اللي عندي. خلاص. طيب اليمين او الشمال مش هتفرق. خلاص. طب بجيب من الاكروميون، ماشي، لحد الاكرونين. خلاص. طيب الطول من الكتف لحد الكوع. طيب اللي فاتت كانت ايه؟ لا، كانت من الكوع لحد الرزغ اللي هي الستايلويد. خلاص. طيب هنا بقوم جايب تاني ايده كده. خلاص. هتني ايده كده بحيث اجيب من عند العظمه الصوفي عظمه هنا كده، عظمه هنا كده هتلاقيها ظاهره كده، دي بتاعه الكتف، دي اللي هي اخر الترقوه. ماشي. خلاص اخر طلاق الترقوه. واقوم حاطط عليها المزوره لحد الكوع، وهجيب المنتصف بقسمها على الاثنين، واجيب المنتصف الحته دي. وبعد كده اقول له افرد دراعك تاني او نفرد دراعه تاني عشان ما يبقاش فيه تنشن في العضله فتعمل مثلا اختلاف او غلط في القراءه. وبعد كده بجيب المزوره واقيس الحته دي كلها كده. خلاص. وبالتالي هتبقى انديكيشن للبي ام اي. لو ده كان اقل من 23 ونص يبقى البي ام اي اقل من 23 ونص. لو كان اكبر من 32 يبقى البي ام اي اكبر من 32، وهكذا. ولكن خلينا في الاولانيه دي برضو دقيقه شويه. طيب خلاص عرفنا الرزق الحته دي لحد الكوع، دي اللي هي طول القلنه. والمواك او ميد ابر ارم سيركمفرنس اللي بنقدر نحسب من خلاله البي ام اي. دي كده حسابات ان شاء الله تحتاجوها يعني عشان تحسبوا البي ام اي في المستشفى. وبالتوفيق، واشوفكم على خير باذن الله. سلام.